الأخبار الموجزة اليوم الاثنين. وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإمارة الإسلامية عقودا مع شركات اتصالات خاصة لبناء 33 موقع من مجموعة 450 موقع مخططا لها في جميع أنحاء البلاد خلال عام 1402، وسيتم الانتهاء من الأعمال في 9 أشهر وتسليمها للاستخدام. قال وزير الصحة العامة الدكتور قلندر عباد في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحماية البيئة إن الإمارة الإسلامية مستعدة للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي في مجالات حماية البيئة ومنع تلوث الهواء. جمعت دائرة الإحصاء والمعلومات في ولاية كابيسا إيرادات بنحو 11 مليون أفغاني من خلال 17,400 بطاقة إلكترونية ونحو 50,000 بطاقة هوية ورقية وغيرها من الخدمات ذات الصلة في العام الماضي، وقدمتها إلى خزينة الدولة. صرحت قيادة شرطة كابول تخرج 50 شرطيا أمنيا بمطار كابول بعد 40 يوما من التدريب العسكري والفكري في معسكر صلاح الدين الأيوبي العسكري. تم بدء إعمار الشارع في القرية 17 في المنطقة 5 من قبل بلدية كابول. قام المولوي مطيع الحق خالص رئيس الهلال الأحمر الأفغاني بزيارة سريلانكا، وسيشارك في اجتماع قادة المجتمعات على المستوى الإقليمي، وسيتقاسم الاحتياجات الإنسانية والمشاكل في أفغانستان مع المشاركين. انطلقت أول رحلة للحجاج على مستوى المنطقة في مقاطعة قندهار من مطار أحمد شباب الدولي إلى المملكة العربية السعودية. تم تطوير نموذج أولي للقفل الذكي في المعهد الأفغاني للتكنولوجيا.